السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة البنات، صباح الخير، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة يا ربي. أنا الحمد لله لاباس. إيش قولكم في البداية متاع الفيديو؟ حسيلو عطيتكم فطير متاع صباح قمقوم، سورتو للنساء اللي رضعوا طبيعي كيف حالتي معناها. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وفي خير. هاكا فرجتكم عديتوا معايا الصبحية. لهنا مشيت نروح بولدي من القارد و ميم طون ركبت العشاء، عملت رز بالخضرة. مشيت جبت ولدي من القارد وحضرت له فطوره وفطر معايا، عملت له مقرونة بالكريم فريش والكروفيت. الحمد لله يا ربي، فطر جو باهي ورجعت للقارد وتوا باش نبدا في الميناج نتاعي. حسيلو شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنساوش في الاشتراك القناه خاطر مازالت جديده كما تعرفوا. ديجا نورمالمون هذايا ثاني روتين نعملو معاكم. باش نحط عندي شويه حوايج للغسيل، حطيتهم في الماكينه يتغسلوا هذوكم اول حاجه. لو طون انا نكمل نعمل تنظيفها للصاله ومن بعد ننشر الحوايج. بعد ما وصلت ولدي وفطرت وركحت الدنيا الكل، لهنا جيت للصالة باش ننظفها تنظيفها باهية وباش نبدل شوية هكايا فازيت متاع ديكور. قلت نبدل شوية جو، شريت شوية حاجات هكا صغيرونين. حبيت اني نعمل شوية هكا مسحة للصالة الكل. عندي مدايدة صغيرة مسحتش هكا وبدلت شوية ديكور هكايا. يحسن النفسية ويخلي العبد يتفرهد شوية، سورتو كي الضغط متاع القراية والضغط متاع المشاغل متاع الحياة. هاكا واحد يسرق لحظات من الدنيا ومن في وسطك الروتينات اللي عايشين فيها والضغط اللي عايشين فيه، نسرقوا هكا وقت. نزينوا فيه شوية الدويرة، نغيروا فيه شوية النفسية. حتى المرأة مالها إلا دارها، معناها ذيك أهم بلاصة تفرحها، وذيك هي البلاصة تحسنها النفسية. كما شفتوا أول حاجة بديت نمسح في الحيوط، خاطر أي حاجة تخلي تراس متاعها في الحيط، سورتو الجري. ولدي يعمل بالعاني، يمشي يحط يديه على الحيط يبدأ يمس. حتى هكيك عنده جو، معناها كي يخلي صوابعه في الحيط وإلا يخلي صوابعه في أي بلاصة. غرام كيما الصغار الكل نتصور أنا. بالعمل قررنا باش أننا مانيش باش ندهنوا توا حتى اللي يكبر هو شوية وتضغط عليه أخته شوية. فرد المرة مش باش نقعد معناها كل عام أنا ندهن في الحيوط، وهو معناها ديما باش يقعد يمسخ فرج من التراس متاع ايديه. نتصور كيما اي صغير مان في الدار كي راني نحيلو في ستيلو ولا اي حاجه هكا في يده. يمشي حتى يغرد، معناه يمشي يحط يديه في الحيط هكاك، يحب يعمل لي في الديسان في الحيوط. بديت لهنا حسيلو عندي شويه هكا حاجات نزين بيهم في الصاله. باش نبدا نغير شويه كي ديكور. نقصت شويه حاجات، زدت شويه حاجات. حسيلو تبوا معايا تشوفوها السالة كيفاش باش تولي في الاخر، ما شاء الله محلاها خرجت كلها في السامبل، كلها في البلون. مع هكا حبيت نبدل شويه الدوري، حبيت نحي شويه، كانوا عندي حاجات دوري في الصاله نحيتهم. انا والجو كيما نجم مثلا نفد من الابيض هكايا والحاجه البيضه برشا ونبدل رايي ونعمل حاجه اخرى. حسيلو ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تعجبكم زاد الصاله كيفاش باش نبدلها. ومشاهده ممتعه، وعملوا مشاهده كامله.
ولهنا باش نبدأ نطلّع في كل شيء في القاعة، الطاولة، البلانت، الأباجورة، كل شيء حطيته فوق البناك، باش نعمل مسحة. البلانت الطويلة الحق ما نجمتش نطلّعها، رزينة بالحق من اللوطة، ما نجمتش نطلّعها، وليت بعدتها شوية من الكوان باش نمسح البلاصة. ما نجمش نطلّعها بعيدة طويلة كبيرة رزينة ما شاء الله، دونك ما نجمتش نطلّعها، حاسيل وليت مسحت هكاكا. باش ندور على التراكن الكل متاع الصالة باش نمسحهم باش كي نرجع آآ البلانت ونرجع الطاولة تبدا الدنيا نظيفة. أنا من العباد اللي نحب كي نغسل الكوان نبدا قاعدة في الصالة نحب عيني ترى كان نظافة، عرفتوا كاللي عند تفشة تبدا هكايا في القاع تبدا مقلقتني والا حاجة هكا فيها ديتاش تقلقني، نبدا مانيش أليز حتى كي نبدا نتفرج في مسلسل ولا حاجة نبدا نغزرلها ونحب نقوم نبدا نمسح عرفتك اللي صيي حسيلو ان شاء الله ربي يشفيني منها الحكايه هذه على خاطرها مقلقتني برشا. واللي تاش لازم منهم راهو التفش لازم منه هذه حاجة طبيعية وعادية انه باش يجيو التفش وباش يدخل الغبرة واللي تاش باش يكونوا موجودين معناها حاجة طبيعية سورتو كي يبدا دار فيها صغار راهو اكيد باش يبزعلك حاجة باش يمركز لك حاجة باش يمس معناها حاجة طبيعية وما فماش دار فيهاش صغار ما تلقاهاش كيكا ما فيهاش روح معناها حسيلو. باش نبدا نفرش توا في الزربية حشيحة الصالة ما شاء الله والريحة تهبل، باش نفرشها وباش نبدا ننظم كل حاجة نحطها في بلاصتها. حسيلو هكايا خرجت الصالة إن شاء الله تعجبكم. فرشتها كاللي جيتي على البناك خاطر أنا نحب الحاجة الفاتحة ما عادش نحبها الحاجة الغامقة. أنا ناوية بقدرة ربي حتى كان باش نبدل ندهن الحيط القريب بقدرة ربي باش نحيه. حسيلو لهنا ديجا قريب نوصل بكم لآخر الفيديو.
شاء الله الديكور يعجبكم، الزينة تعجبكم، حاجات simple مزيانة مريحة للعين، نظّفتها ورجّلتها حاسيلو الحمد لله يا ربي، شيخة عليها توا أنا هاكا على الآخر. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تدعموني في القناة بالاشتراك بحكم إنه أنا قناتي مازالت جديدة وصغيرة برشا راكم شفتوا معناها قداش عندي abonnés. هاكا إن شاء الله تعجبكم. راكم تعرفوا الشروط متاع اليوتيوب لازمني نعمل 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، دونك لازمني نعمل مجهودي على خاطر صعيبة الحكاية من الأول باش يتلمدوا معناها لازمني مجهود كبير وبالطبيعة دعم من عند اللي يتفرجوا فيا. حسّنوا مشاهدة طيبة للجميع ونتلقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة بقدرة ربي نحضر لكم برشا حاجات جديدة وكل مرة نوريكم روتين من روتيناتي. بسلامة.